النائب ضياء الدين داوود. السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، الحقيقة منزعج كعادتي، وما عدتش مستغرب نفسي وأنا منزعج وإحنا بنعدل سيادة الرئيس هذا القانون اللي تقدمنا احنا فيه في الأقلية مرتين متتاليتين بتعديلات تشمل كل الاختلالات الهيكلية اللي تضمنها القانون 148. ليه احنا امام الاستحقاق الدستوري اللي قالوا زملائنا في الفقرة الاخيرة من المادة 17 ان ديت مش تركة ولا اموال مستباحة، دي اموال خاصة وبتعامل في حرمتها حرمة المال العام، وخلقنا الهيئة المستقلة دي وفقا لهذا الالتزام الدستوري مش عشان تدي لا منحة ولا عطية، عشان تحقق مصلحة الناس اللي أفنت كما قال زملائنا حياتهم. واللي بيلف مصر ويعرف مصر دي يعرف ان الناس دي الاكثر تضررا من كل ما اصطلح على تسميته اصلاح اقتصادي وادى لتدمير حياة ال11 مليون واللي يعيشوا في كنفهم. فلما نيجي بهذا الشكل المهترئ واحنا امام كارثة من 18 فبراير 26 والهيئة بقالها سنتين بتحضر نفسها ان تنقل نفسها من نظام الصايو لنظام CRM، وتفشل الهيئة باستقلالها برئيسها اللي أصبح يحق معه القول ألقاب مملكة في غير موضعها كهر يحكي انتفاخا ثورة الأسد. بتعمل ايه؟ صرفت مئات الملايين علشان تنقل هذا النظام، مش بس عشان أصحاب المعاشات والتأمينات اللي خارجين جدد مش عارفين يحصلوا على حقوقهم، ده اللي عايز يدفع وثيقة تأمين عشان ينفذ رخصة بناء في مصر دلوقتي مش موجود، والبي قاعد محدش بيحاسبه ويقول له انت قاعد بتعمل ايه؟ ده سيادة النائب احنا بنتكلم على مشروع قانون من حيث المبدأ. وايه علاقة الرئيس الهيئة بمشروع قانون بنناقشه من حيث المبدأ؟ أنا نائب لا أحاسب على حديثي تحت مظلة الدستور. ما حدش بيحاسب حضرتك. لا سيادة الرئيس، أرجوك سيادة الرئيس اترك النائب يعبر لطالما تحت مظلة الدستور والعالم عن 10 من وجهة نظر. أنا يبقى في حدود، أنا لا أعمم، لا في حدود الدستور، في حدود الموضوع اللي بيتم مناقشه يا سيادة النائب. لا يا سيادة النائب، وحدود القانون سيادة الرئيس. وأنا بتكلم تعطل السيستم اللي موجود في مصر. سيادة الرئيس، من حضرتك يا سيادة النائب الالتزام بالموضوع اللي احنا بنناقشه. يا سيادة الرئيس، حضرتك تحدثنا كثيرا ان احنا تحت مظلة حرية النائب وتحت مظلة اللائحة الداخلية وتحت مظلة الدستور. وانا بناقش قانون من حيث المبدأ. الا لو اللي احنا المطلوب ان احنا نحمي الهيئة رغم كل اخطائها، لن احاسب الهيئة الا مع ما تواجهه من اخطاء اصيلة. سيادة الرئيس، برضو برجع واقول لحضرتك من فضلك التزم. سيادة الرئيس، انا ملتزم تماما. واذا كان جمال عوض مطلوب انه يتحمى مع كل الاخطاء اللي ارتكبها والاهدار للمال العام فده مش مقبول. بناء عليه يا سعادة النائب، بناء عليه سيادة الرئيس، هناك جرائم مرتكبة داخل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ترتب عليها حضرتك من حقك تتقدم بمضمون هذا الكلام في الوسائل القانونية والدستورية يا سعادة النائب من فضلك. سعادة النائب بناء عليه مقدمين، ونفاجئ ان احنا امام 3 مواد متعثرة لا تحقق اي نتائج لاصحاب التأمينات والمعاشات الا في ظل سياسات اقتصادية من الحكومة الهابت ظهور هؤلاء تحت حماية بناء عليه يا سعادة النائب. برفض مشروع القانون سيادة الرئيس. شكرا يا سعادة النائب، شكرا.